هلو سبيب، وحشتوني. عاملين ايه؟ اول حاجه، ايه رايكم في الاسود؟ الخمار الاسود حاساه حلو ولا البيج احلى؟ كده كده هلبسهم الاتنين بس برضه. المهم، قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي. النهارده هنقول لك ازاي، او هقول لك يعني مش عارفه ليه هنقول لك. المهم، النهارده هقول لك انت ازاي هتلم دنيتك كلها ومنهجك كله في المراجعه، حتى لو انت مراقب محاضرات المراجعه. عشان انا في فئه منكم بعتت لي ان هي كانت بتحاول تلم وتنقذ ما يمكن انقاذه فرقمت محاضرات المراجعه، وان كل المدرسين نزلوا مراجعات وان هم مراكمين حل عشان الكتب جت متاخر ومراكمين شرح عشان كانوا بيلموا وينقذوا ما يمكن انقاذه. انا قررت انا هقول لك دلوقتي عصاره جميع فيديوهات اليوتيوب، او مش جميعهم يعني تلات ارباعهم، وعصارتي انا الشخصيه، وعصاره طلبه 24 و 25، وعصارتنا كلنا عشان نفيدك يا طالب 26. هتعمل ايه في المراجعه؟ الف ب مراجعه انك تستعين بالله. انت لسه هتبدا، لسه بادئ المنهج حالا في المراجعه. انت مذاكر قبل كده بس ناسي، انت ما ذاكرتش خالص، ايا كان موقفك او موقعك من المذاكره ايه. اول حاجه في مراجعتك انت هتبدا تستعين بالله، ورقه وقلم وهتكتب معاك. اول حاجه محتاجين ان انت تكتبها وهو كل المحاضرات اللي نزلت في المراجعه. خلاص شرح تفصيلي دي هنعمل لها سكيب. انت دلوقتي انت حد هيتارجت على انه هينقذ ما يمكن انقاذه ويجيب ال100%، مش هيجيبهم في المجموع يعني ان شاء الله ربنا يرزقكم كلكم ال100%، بس انا اقصد معلوماتك من المنهج عن طريق ال60% بتاعه شرح المراجعه، لان شرح المراجعه مش كامل، وعن طريق 40% الحل. تمام. فانت دلوقتي مطلوب منك تعمل ايه؟ الف ب، هتكتب كل المحاضرات اللي نازله، سي 5 محاضرات كيمياء 2 احياء، ايا كان هتبدا تكتبهم وهتكثف مذاكرتك. يعني بدل ما كنت في اليوم بتذاكر ماده ولا اتنين، انت في اليوم هتذاكر 3 مواد و4 مواد. هتقولي لي دي صعبه، هقول لك لا مش صعبه. انت لو نمت 7 ساعات، هنقول انت نمت 8 ساعات، يعني انت بهوقت الدنيا خالص، انت معاك 16 ساعه مذاكره وتبقى في قمه غبائك لو انت مراقب واصلا الدنيا معاك مش احسن حاجه وبتنزل لي سنتر. احب اقول لك ان انت حد غبي، انت بتضيع وقت. ما تقوليش بروح استفيد، انت رايح ضايع، انت حرفيا بتروح تضيع وقت، سواء وقت المواصلات او سواء وقتك في السنتر. تمام. دلوقتي الاونلاين بوقتك اهم حاجه. لو نمت 8 ساعات، وهنقول ساعة هتضيع على مدار اليوم للصلوات، مع انها كده بالنسبة لي مش ضايعة، بس هنقول ساعة على مدار اليوم. يا عم ساعتين هيبقى معاك 14 ساعة مذاكرة. طب يا نور، اصلا نظام المذاكره هيكون عامل ازاي؟ نظام مذاكرتك هيكون كالاتي. محدش يقول لي الخص، لانك اقل محاضره في المراجعه بتبقى 6 ساعات. 6 ساعات بقى، في مفيش اقل من 6 ساعات في المراجعه عامه. تمام. فدلوقتي انت مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك ان انت هتشغل المحاضره، هتسرعها على 1.5 أو 2. لو انت ما بتفهمش من التسريع، انت هتبوظ الدنيا معاك، لان مره في التانية في التالتة انت هتفهم. ماشي، بس صدقني الموضوع هينقذ وقتك جدا. حتى لو المدرسين بيقولوا لك لا ما تسرعش مش عارفه ايه، صدقني لو سرعت وبتفهم الموضوع هينجز معاك. هتشغل المحاضره، هي 11 ساعه. يعني اقول لك دي اطول محاضره انا حضرتها مع محمد صلاح في 2023، كانت 11 ساعه. سرعت المحاضره على 2. معاك الكتاب اللي بيشرح منه، معاه انت بتسمع وشايف، شايف شرحه وشايف في الكتاب. المعلومه مش موجوده في الكتاب تضيفها في الكتاب، مصدر مذاكرتك يتوحد. يعني لو انت من اول السنه بتذاكر من كتبك الخارجيه، تفضل نفس الكتب دي اللي بتذاكر منها لغايه في ليالي الامتحان برضه تبقى بتذاكر منها. طب لو انت اصلا لسه بادئ دلوقتي، او انت على الله حكايتك وهتبدا في المراجعه، خلاص انت مصدر مذاكرتك هو كتب المراجعه. اي معلومه زياده انت هتكتبها في كتاب المراجعه. تمام. وحدنا مكان المذاكره، سمعنا الشرح وعلمنا على الحاجات المهمه وكتبنا الحاجات الاضافيه. اجي بقى يا نور اذاكر الماده نفسها ازاي؟ رقم واحد، انت هتقرأ قراءة سريعة بفهم. انت بتقرأ الدرس كله او الباب كله بشكل شامل. احنا بنعمل كده والله في الكلية وكليات طبية وكليات أدبية، كل الكليات بنعمل كده. انت هتذاكر المادة، تقرأ المادة كلها بشكل شامل، تفهم الفصل كله بيتكلم عن ايه، افكار الفصل كلها بتتمحور حوالين ايه، سواء فيزياء او كيمياء او احياء او اي مادة. عشان ما تقوليش ده الكلام ده ينفع للأدبي بس، لا الكلام ده الكل. تمام. هتقرأ المادة كلها أو الفصل كله اللي انت اتفرجت عليه أو المحاضرة كلها هتقرأها قراءة سريعة بفهم. بعد كده هتراجع وتشرح لنفسك الحاجات اللي انت معلم عليها والحاجات اللي انت كاتبها. بعد كده هتقفل الكلام ده وتحل لوحدك، تحل لوحدك، تحل لوحدك للمرة المليون. عشان انا اكتشفت ان في منكم من اول السنة ماشي دلوقتي كويس جدا في المنهج وما دبش خط في كتاب لوحده.
بيتفرج على شرح المدرس، واللي اصل اتفرجت على فيديو الافكار، اصلا انا اتفرجت على فيديو الحل، اصلا انا مش عارفه ايه. لا يا بابا، حل لوحدك حل لوحدك حل لوحدك. هتدخل الامتحان لو سمعت افكار مين؟ لو نيوتن بنفسه جه شرح لك فيزياء، تمام، مش هتعرف تدب خط لو ما حلتش بايدك. لو ما حلتش بايدك مش هتعرف تدب خط في الامتحان. سمعت افكار المدرس، خير وبركه، حل لوحدك قبل ما تسمع افكار اي مدرس ايا كان هو مين، فيزياء كيمياء احياء ايا كان. خلصت مذاكرتك بالطريقه اللي انا قلت لك بيها دي، انت هتروح بعدها تحل. طب يا نور، انا قدامي 100 سؤال، حليت 100 سؤال، حليت منهم 40 غلط 60 غلط، اقول لك حليت 70 غلط و30 صح. بيرفكت، كويس. شوف ال 70 انت غلطت في ايه، عيد افكارك تاني اللي انت غلطت فيها وحل الاسئله دي تاني، وبعد كده اتفرج على فيديو الافكار وحل تالت. احنا عايزينك تحل مره واثنين وثلاثه وعشرة. طب جالي سؤال، ازاي هحل كتب اول السنه مع كتب المراجعه؟ طب كتب اول السنه هتتحل ازاي مع كتب المراجعه؟ بالطريقه دي. انت دلوقتي ذاكرت باب اول الكيمياء وخلصته وحليت عليه 100 سؤال، 100 سؤال مثلا، حليت ال 100 سؤال طلع لك حوالي 70 غلط. هنسيب الباب كده خلاص؟ لا، احنا هنصحح الغلط ده. عرفنا احنا غلطنا في ايه، هنشرحه لنفسنا وهنشوف فيديو الحل وهنخلص كل ده، وبعد مرور يوم او اتنين او تلاتة اكتر حاجة تحل تاني على الباب الاول من الكتاب بتاع اول السنة. ما انت مش هتقعد تخلص لي الكتب كلها وانت قاعد، انت هتقسم الحل على مراحل، انت هتحل مرة واثنين وثلاثة واربعة. والحل مليون مرة اهم من الشرح. لو انت مذاكر باب ومش فاكره وفاكر ان الشرح بالنسبة لي هيفكرك، انا عندي انك تقرأه وتذاكره من غير ما تتفرج على الشرح ومن غير ما تضيع وقتك في الشرح، هتفتكره وهتحل عليه كويس. عشان في ناس بتبقى مثلا لسه مثلا مخلصين دي ان ايه، لان هو كان اخر حاجه انتوا لسه مخلصين، فالمدرسين تبدا بيه في المراجعه، فمثلا المحاضره تبقى سي 4 ساعات، تلاقيك بتتفرج على المحاضره تاني. طب ما انت لسه واخده، انت لسه واخده، اقرا الشرح، ذاكر كويس، حل. الحل اهم مليون مره، انك يبقى معاك مليون فكره احلى من انك يبقى معاك مليون فيديو شرح. تمام. انا عارفه اني طولت عليك وانفعلت عليك في الفيديو ده، ولكن يا صديقي الصغير انا مش عايزه اكون منفعل عليك، بس لو انا ما عجبتش دلوقتي عطيتك بالقلم على وشك انت مش هتفوق. انت كفايه طبطبه، احنا بنطبطب عليك من اول السنه وانك تقدر وانك هتكمل وانك ما تستسلمش وان الحياه جميله ومش عارفه ايه، بس كفايه طبطبه. انا اوقات بحس ان الايجابيه الاوفر بتبقى سامه والله، لان انا الفتره اللي فاتت كانت في حياتي عك، واللي كان بيفضل يقعد يقول لي هتعدي 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 هتعدي، تمام هي انا عارفه ان هي هتعدي، بس ما تقوليش ان هي هتعدي. بقى حاسس ان الايجابيه الاوفر او ان انا افضل ادعم فيك هتجزع، كانك قاعد تاكل حلويات حلويات هتجزع. فخلاص، دلوقتي انت محتاج قلم على وشك عشان تفوق. انت دلوقتي مش قادر تقوم، مش قادر تذاكر، مش قادر تصلي، مش قادر تعمل اي حاجه، مخنوق من الحياه، عايز تموت نفسك وكل الكلام ده. على عيني وعلى راسي والله، اكتئب وعيط وكل الكلام ده، ولكن وانت بتذاكر. المذاكره ملهاش علاقه بنفسيتك، انت مش هتدخل تمتحن بنفسيتك في الامتحان. يعني مش هتدخل كده تلاقيك انت تقول لهم اصل أنا مش همتحن النهارده ليه، اصلا انا كانت نفسيتي تعبانه وكنت اهلي عاملين واصحابي مسويين وحصل العمايل والبنت سابتني والواد سابني، في ايه؟ في ايه؟ انا بتجيلي شويه مشاكل منكم، انا مش هقول بفتح ضحك بصراحه، بس بقول الحمد لله الذي عافانا. انت دلوقتي واحده بعتلي تقولي ان انت سبتي مذاكرتك من شهر واحد عشان خاطر الولد اللي انت بتكلميه من وانا اهلك سابك. ايه؟ ايه؟ بص، انا مش هحرم محلل على مزاجي، والحرام حرام احنا عارفينه والحلال حلال احنا عارفينه، ولكن انت دلوقتي عايز توفيق ربنا، فما تكونش بتعمل ذنوب وبتعصي وما بتصليش وما بتعملش اي حاجه في الاخر تقول اصل انا ربنا ما بيحبنيش. لا، هو ربنا بيحبك، ربنا عايزك، بس انت اللي مش عايز تروح له. تمام. وبس كده، ما عنديش حاجه تانية اقولها. لو وصلت لغايه هنا في الفيديو ما تنساش انك تصلي على النبي، وقولوا رايكم في الاوتفيت او رايكم في الخمار. آه ايه تاني؟ وبعد كميه الانفعال دي، اسفه يا صديقي والله لو ضايقتك، بس انا بجد خايفه على مصلحتكم وعايزه لكم احسن حاجه، ومش فارق معايا حاجه دلوقتي غير مصلحتكم، فاتمنى انك تسمعوا الكلام. I love you so much. Bye.